قبل ما نبدأ في الملخص، لو انت أول مرة تشوفني اشترك في القناة واسمع الملخص ده للنهاية عشان تستمتع بالحكاية. يلا بينا نبتدي. بتبدأ قصتنا سنة 23 في حكم الملك تيانتينغ في إمبراطورية لي، ولما الأمير صلاح بيعارض قرارات أبوه في الحكم بيقرر يعاقبه إنه يخرجه من القصر ويروح المحمية الغربية ويشوف عروسة من مقاطعة شين ويتجوزها عقبا ليه. وهو خارج من القافلة أخو تشوي بيعرض على أبوه يروح معاه وبالمرة يكسب خبرات، بس إخواته وأمه بيكونوا مانعين والإمبراطور بيقول له طب متأكد؟ اتكل على الله معاه. في الوقت ده بتكون بطلتنا شيا في مسابقة خيول، وأول ما بتفوز بتفضل تخبط يمين وشمال في صاحبها، هوبا الأحصنة بتهيج وبتجري بيها وبتفضل تصرخ. والمعلم جيان أول ما بيشوف إنها خربت الدنيا بيعمل حركات وبينقذها وبتقول له ما تتجوزني، فبيقول لها اتجوزك إيه يا أم وشخة تعرفي تسكتي. ولما بترجع القصر بتسمع أبوها وإنه ناوي يتجوزها، فبتروح تعيط لأمها بس مفيش فايدة، فبيأمر إنهم يشدوا الحراس عليها. وأول ما بتتحبس بترمي سهمها للمعلم جيان، ولما بيجي لها بتطلب منه يهربها علشان رفض حوار الجواز وعلشان قلبه حنين فاتفق معاها. وفي الوقت ده بيكون الأمير الخامس تشوي وأخوه صلاح ماشيين، بيطلع عليهم قطاع طرق وبيقتلوا كل الحراس، وتشوي بيعافر بس أخوه بيتقتل من قبيلة ديناتشي، بس تشوي بيهرب بإصابات شديدة. وفي الوقت ده بتكون شياو مستنية المعلم بتاعها جيان زي ما اتفقوا في الصحراء، بس بتشوف حصان جاي وعلى حد مليان إصابات، وبيكون الأمير الخامس تشوي وبيقع على الأرض، فبتكون مفكرة المعلم بتاعها بس بتلاقي واحد تاني، فبتعمل معاه الواجب وبتعالج جروحه. وهو أول ما بيفوق بيفكرها حد من الأعداء فبيمسكها من رقبتها، فالاتنين بيقعوا على بعض وهي بتقول له حيلك حيلك، لو كنت عدوتك جروحك هتخف ازاي. وفجأة بيغمى عليه، والمعلم جيان بيوصل للمكان اللي متفقين عليه بس ما بيلاقيهاش. وبالليل تشوي لما بيفوق بيلاقي نفسه مربوط في شجرة، وبتقول له تشاو انت مين وايه اللي عمل فيك كده ومش فكك غير لما تقول لي الحقيقة. فبيخترع لها قصة علشان هي مش عارفة تقرأ الجواب اللي معاه وانه تاجر اصلا. ومن هنا لهنا لتاني يوم بتفك الحبل وبتكون غلبانة وضحك عليها بكلمتين، وفجأة بيسمعوا صوت وبيروحوا علشان يشوفوا في ايه، فبيلاقوا قابل ديناتشي ولورد من لوردات الامبراطور معاهم وباين عليهم انهم متفقين مع بعض. والحصان بيطلع صوت فقائد القبيلة بياخد بعضه ويشوف مين، فبتنزل له شيا وبيطلعوا عارفين بعض وبتحل الموقف بذكائها. ولما بترجع بتلاقي تشوي سايب لها رسالة بانهم هيتقابلوا بعدين، وهو ماشي بيقابل معلمه القديم تشايدر ويقول له يبلغ الامير انه بخير ويلا بينا على المحمية. وفي الوقت ده بيوصل المعلم جيان لتشاو وبيطمن عليها على دخلة جنود الملك وبياخدوها للقصر. وفي امبراطورية لي بيعرف الملك ان ابنه صلاح اتقتل على ايد قبيلة ديناتشي. وبالليل قائد قطاع الطرق بيقول لهم اتمركزوا في المحمية كده كده علشان الامير هناك. وتاني يوم بيوصل الامير تشوي واللورد زاو بيقابله ويخلي يقابل باقي اللوردات، بس الامير بيتفاجئ ان في لورد منهم شافه مع قبيلة ديناتشي بس بيتعامل عادي. وفي الوقت ده الملك بيجري ورا تشاو الا يعبطها علشان هربت من القصر ويحلف بالطلاق لا يخليها تتجوز في اسرع وقت. وتاني يوم الامير تشوي بيروح لابو تشاو وبيطلب ايد بنته للجواز من غير ما يعرفها علشان يقووا العلاقات ما بينهم على دخلة مقاطعة شوبو علشان عايزين الامير تشاو. فتشوي بيستأذن ويسيب اللورد مكانه وهو بيمشي من هنا وتشاو بتدخل من هنا وبتقطع عليهم الاجتماع وبتتريق عليهم علشان جبناء وما شربوش العصير ودخلت الدنيا في بعضها بنت الايه. وتشوي بيكون عند عمته الاميرة وبتوريه اخر واحد في عيلتهم بعد ما الامبراطورة سمت امه زمان، وتعرفوا على ابن عمه جيان. وتاني يوم ابو تشاو بيحاول يقنعها بالامير الخامس تشوي وهي برضه اللي في دماغها في دماغها. في الوقت ده بيوصل اخو تشوي وبيكون لورد من اللوردات وبيسأله على الحادثة اللي حصلت، فبيبدأ يحكي له على اللي حصل وانهم هجموا عليهم بوحشية واللورد الخاين بيحاول يدافع عنهم، فبيتعصب عليه ويقول له يعني بتدافع عن قبيلة ديناتشي القتلة. فبيجر ناعم، وبعد الاجتماع الخاين بيسخن الامير على قبيلة ديناتشي ويخلص معاه ويروح على تشوي برضه. في الوقت ده المعلم تشايدر بيقول لجيان لازم يتفق مع ابن عمه ضد الخونة فبيفتكر شريط حياته. وتاني يوم تشاو بتغفل الحرس وتشممهم حاجة أصفرة وتخرج من القصر وتقابل جيان معلمها، والعبيطة بتكون عايزة تتجوزه علشان تخرب الجواز على الأمير الخامس وخلاص. ولما بيرفض بتطلع فيه فبيهديها بالحضن ويقول لنفسه إن خسارة فيها وإنها تستحق أحسن منه، فبيقول لها تعالي معايا وأديكي الأفضل واحد في العالم. وأول ما بتشوف تشوي بتقول له هو ده أحسن واحد في العالم، وبعدين مشيت وسابتني في الغابة. طب السلام عليكم بقى وتسيبه وتمشي. فبيقول لها طب عرفيني بنفسك، فبتقول له ده أنا بنت حسب
ونسى ده انا الاميرة التاسعة. فبيقول لها إيه يعني؟ ده انا ابويا بتاع شاي قد الدنيا، ولولايا ما كنتش شربت شاي خالص اصلا. وبعد 3 ايام بيتجمعوا علشان يقرروا الاميرة هتتجوز مين من الامراء. بس الخادم بيدخل ويقول للملك الحق مراتك تعبانة، فبيسيب الاجتماع ويروح يطمن عليها. وبعدها بتموت وبيوقفوا عرض الجواز 49 يوم. وفي الوقت ده بتكون تشاو وتشوي مع بعض وبيعرفوا الخبر ويتحركوا. وتشاو بتفضل تعيط وتقول لجيان انها مش عايزة تعيش كده، عايزة تعيش مع اللي بتحبه. وطول الطريق جيان بيرخم عليها ويقول لها طالما عاجبك ابن خالي ما اعترفتيلوش باعجابك ليه؟ فبتقول له مين بس قال كده؟ ده انا بص قدامي بس مش اكتر. والكلمة من هنا وكلمة من هنا، ويحاولوا يشوفوا تشاو بيغير ولا لا عليها، بس هو بيديها الطناش. وفي الوقت ده بيكون اللورد في الغابة وجنوده واحد بيهجم عليه، بس على مين بيروق عليهم ويعمل معاه الصح ويوديه للامير. بس بيقول لهم ان قبيلة ديناتشي ملهاش علاقة بقتل الامير. وتاني يوم تشوي بيرخم على تشاو وبيفضل يرش عليها المية واخر حلاوة، وبيخلصوا يتحركوا. وهم في الجبل بيطلع عليهم جنود وبيثبتوهم، وكانوا عايزين ياخدوا تشاو منهم. واول ما بيرفضوا العركة بتدور وتشوي وجيان بيروقوا عليهم. وتشوي بياخد تشاو ويهرب، ويلاقوا جنود كتيرة داخلة عليهم فبينطوا في البحر علشان يستخبوا منهم ويخرجوا اول ما يمشوا. وبالليل لما بيدخلوا القرية بتتفاجئ البنت بملصق ليها وانها مطلوبة بمبلغ قليل، فبتتعصب وبيتفاجئوا ان كل حاجتهم وقعت في البحر. ولما بيصحى تشوي بيلاقي تشاو في البحر وبتحاول تجيب الحاجة بنفسها وما نفسهاش يساعدها، فبينط وراها ويلحقها قبل ما تغرق الحزينة وبتديله الحاجة اللي وقعت منه. فبيقول لها ما كنتش خايفة تقع في ايد الجنود؟ فبتقول له مش كنت زعلان على القلادة فجبتها لك اهي، وبتحكي له عن حياتها. وبالليل الخاين بيقول اللورد يا ريت نهدي اللعبة في قصة اغتيال ولي العهد ونقفلها على كده. وفي الغابة بيحاولوا يقتلوا اللي قبضوا عليه، فبيحاول يهرب بس الامير بيقتله. وفي الوقت ده مجموعة قطاع طرق بتضرب السهم اللي بيكون مع تشاو وعلى طول. وصاحبتنا لما تصدق تاخد بعضها وتخرج، هي بتمشي من هنا وجيم بيوصل من هنا، والمغفلة اتغفلت. واول ما بتروح هناك بتلاقي جنود قطاع الطرق طلعوا وراها علشان يمسكوها، وبتلاقي في وشها قرايب امها ديناتشي. فبتحكي للقائد اللي حصل وان الجنود بتلاقيها في كل مكان، فبيسحب كوسو وبيديهم كارت ارهاب كده. وتشاو مصممة ترعبهم، فبيشيلها زي شوال الرز وبيحطها على الحصان علشان عددهم كبير وبيؤمر السهام تضربهم. والعركة بتدور ما بينهم، وتشاو بتفضل على حصانها ليل ونهار لغاية لما بتقع من طولها. وبيوصل تشوي وبيهتم بيها وبيتحركوا علشان يوصلوا للمعسكر، بس بيوصلوا للصحراء وبيقع في الرمال المتحركة. وتشوي بتحاول تخرجه بس مفيش فايدة، وهو بيفتكر الذكريات الحلوة على اساس انه هيموت وكده يعني. وفجأة بيظهر جيان وبينقذه في اخر لحظة. وفي الوقت ده بيوصل رسالة للامبراطور بانهم قبضوا على القاتل ومع وزارة العدل، والظابط بيتكلم مع الامير الخامس بس بيعرفوا له دلوقتي وحاليا بتاع شاي. فبيقول له خلينا في المهمة. مسكوا قاتل ولي العهد وطلع شغال في قبيلة ديناتشي، والامبراطورة عمالة تسخن في الامبراطور علشان يخلص على ديناتشي واي حد تبعهم. وفي الوقت ده تشاو بتروح ارض المعركة علشان تطمن على اللي تبعها وتلاقي الدنيا متبهدلة. وفي الناحية التانية صاحب تشاو عمال يرزع في باقي الجنود ولا همه كبير ولا صغير، وجنود الامبراطور بيحاصروهم الاتنين، والقائد بيخلي المرتزقة تنسحب علشان ما يعلمش عليهم. وتشاو بتروح جارية على صاحبها وتعرفوا انها ما وصلتش لجدها، فراحت طلبت من جيش الامبراطور المساعدة. وتشوي طول ما هو قاعد بيفتكر اللي حصل لاخوه من القبيلة دي ومش عارف يصدق نفسه. وبالليل بيقعد مع تشاو وبيحكي لها قصته الحزينة. وفي الوقت ده بيكونوا ماسكين باتوا القاتل وعمالين يحققوا معاه في القصر علشان يقول الحقيقة، ومن كتر التعذيب بيعترف ان هو اللي قتل ولي العهد. وتاني يوم تشاو وتشوي بيروحوا مكان خيمة ديناتشي بس بيكونوا مغميين عيونه لغاية لما يوصلوا. بتروح تشاو على جدها اللي بيكون عمال يضرب في الناس، وتشوي بيعرف نفسه. وبالليل تشوي بيقعد مع نفسه ويراجع مع نفسه الاصوات اللي سمعها في الطريق. وتشوي بتروح تاخده وتخرجه المكان هادي كده ورومانسي واخر دلع. وتشاو بيعمل لها حركات وبيجيب لها بتاع كده بتنور وبتبقى فرحانة وحاجة جميلة. وتاني يوم يقفوا وسط المعسكر ويبص على المحيط بتاعه ويشوف دخلته ازاي. وفجأة بيلاقي اشخاص محبوسين وبيطلبوا منه يخرجهم، وبيبقى ماسك نفسه بالعافية. وبيروح يقابل القائد هوتشي وبيعرف بان في عداوة ما بينهم وبين عيلة لي اللي هو منهم على دخلة تشاو. وتاخده وتقول له جدي بيقول اللي هيقتل الثعلب هيجوزني ليه، ما تقتلهولي. وتاني يوم بياخد بعضه ويمشي من معسكر ديناتشي وبيسيب هدية لتشاو علشان
علشان ما تزعلش منه، وبتكون عبارة عن رسم الثعلب. وفي الوقت ده بيوصل الملكة شوبو وقائد قطاع الطرق وبيفكروا جاسوس تبع قبيلة ديناتشي، بس الملك بيهدي اللعب وبيتكلم معاه، وتشوي بيحاول يقنعه يحارب معاهم ضد ديناتشي، بس الملك العجوز بيجيب وراه وبيرجع القصر علشان يرسم الخريطة اللي هتوصلهم للقبيلة وبالتفاصيل الدقيقة، وبيحكي لهم عن الحراس والمعدات الموجودة هناك، واسمه الأمير بيكون فرحان منه جامد وبيحدد معاه المعركة بعد شهر. وفي الوقت ده واحد بيجيب ثعلب على أساس إنه قتله الجد تشاو، بس بذكائها بتكتشف إنه مزيف وعايز يقلشهم، وجيب بيتدرب علشان المعركة وآخر حلاوة. وتاني يوم تشاو بيقتل الثعلب ويوديه لجد تشاو علشان يتجوزها، وابن عمها بيلعب في دماغ الدها هو ازاي تاجر شيء يقدر يقتل ملك الثعالب. وفي الوقت ده بيكتشفوا انه تشوي مصاب وبياخدوه علشان يعالجوه، وبيحكي لهم هو ازاي يصطادوا وانصاب كده في رجليه، وان الحوار كان صعب بس هو قد التحدي. وتاني يوم ابن تشاو بيتحدى تشوي على الاهداف المتحركة، وكان ذكاء منه يتحداه في صيد الخفافيش، وكانوا بيتريقوا عليه بس بيفاجئهم بمهارته 3 اهداف في مرة واحدة واخر حرفنة. والفار بيلعب في عب جده، وبعد ما بيفوز بيطلب ايد تشاو منه، فبيقول له عايزك في كلمة لوحدك. واول ما بيدخلوا الخيمة جده بيسحب السيف وبيحاول يقتله، بس بيقف اول ما يقول انه من عائلة كو، ودي عيلة منقرضة وماهرة في استخدام القوس واللي لازم منه. وتشوي بيحور عليه يعني علشان يسامحه، وجده بيوافق على الجوازة وبيعلنها على شعبه. وتاني يوم بيعرفهم انه وزع جوابات الفرح لمعظم القبائل اللي جنبهم، وبيوصل المعلم جيان وبيقابل تشوي وبيقول له ليه ما سممتش ملك ديناتشي لغاية دلوقتي ليه؟ فبيقول له هتجوز تشوي الاول ونعمل اللي عايزينه، ويقول له مش هتقدر تاخدها مني دلوقتي، بقت مراتي قرة عيني، وياخدها ويمشي. ورسالة الدعوة بتوصل لابو تشاو ويقول للرسول ازاي هتتجوز من غير ما اعرف، وبيكون مفكرها هتتجوز من قبيلة ديناتشي، وسيدان بيعرف انه خالف الوعد مع عيلة ليه. وفي الوقت ده الامبراطور بيتكلم مع العقربة بانه تشوي بقاله فترة مختفي بعد ما اخو التاني رفض مشاركته في الحرب، والامير بيعرف ان ابوه وافق على قرار الحرب، واللورد بي بيشرح لباقي اللوردات على الخطة اللي هينفذوها ضد ديناتشي في وقت الفرح. ورجال ديناتشي بيكونوا مشغولين في الجوازة، والجنود بتجهز من كل حتة، ورومات السهوم بتضرب على اهل ديناتشي زي ما قال لهم اللورد بي. وفي الوقت ده جده بيعرف ان الجيوش اتحركت ناحيتهم باعداد كبيرة، بس بيكون ردة فعله عادية خالص وبيبعت جنود يسدوهم ويكمل الفرح عادي. وفي الناحية التانية بتكون الدنيا مدعكة وكله بيقتل في التاني، ولما الدنيا بتخرب تشوي بيعرض على جده انه يقود الجيش ضد الاعداء، وبيتحركوا على ارض المعركة، وتشوي بيسيبهم ويدخل مع جيش العدو ضد قبيلة ديناتشي، وبتدور العركة وقتل من الطرفين، وبيتهزم جيش ديناتشي. واحد بيروح يبلغ جده باللي حصل، فبيأمر كل الموجودين يجهزوا علشان هيروحوا يحاربوا، ويعرف ان في جاسوس ما بينهم، وتشوي بيقتل صاحب تشاو ابن عمها بالسهوم، وجده بيزعل على اللي حصل. وبالليل تشوي والجنود بيتحركوا ناحية جده، والدنيا بتسخن وبيقتلوا من شعب ديناتشي، وجده قاعد سامع صوت شعبه وهم بيموتوا ومش عارف يعمل ايه. وتشوي بيدخل الخيمة بتاعته، اول ما بيشوفه بيقول له انت الخاين اللي بينا، فبيقول له لازم تستسلم علشان شعبك وما تعافرش يا جد عشان المصلحة، وبيخرج معاه وهو مستسلم قصاد شعبه. وتشاو بتكون شايفة كل اللي بيحصل وهي مربوطة، واول ما بتفك ايديها بتشوف تشوي وهو بيقتل جدها قصاد عيونها وما تعرفش سبب الدرع، وبيغمى عليها. واول ما بتفوق بتحضن تشوي، واول ما بتشوف الدرع بتفتكر اللي حصل وبتبعد عنه وتعيط. ومعلم تشوي بيدخل وبيوقف تشاو من اللي كانت بتعمله. وتاني يوم جيان بيروح المعسكر وبياخد تشاو على ظهره وبيبقى عايز يخرج بيها، وبيتحدى المعسكر كله، وتشوي بيخليهم يعدوا عادي من غير اي اضرار. وتشاو بتكون متأثرة من اللي حصل يا عيني، واول ما بتعرف ان جيان كان عارف بتسيبه وتمشي مع صاحبتها. في الوقت ده بيكون الجنرال الخاين جاي له رسالة من ابوه علشان يعملوا انقلاب على العرش لصالحهم. وبالليل تشاو بترجع القصر وبتلاقيه فاضي خالص، وابوها بيقول لها اجري بسرعة على دخلة الخاين والجنود، وبتعرف من ابوها انه ما ماتت بسببهم، فبيتعصب وبيسحب سيفه بس على ما فيش وبيقع من طوله. الخاين بيقول لتشاو لازم تخلصي. وبالليل تشاو بتفضل تعيط على بختها الزفت، وتاني يوم بتتنكر كأنها واحد من الخدم وبتهرب من القصر. واللورد الخاين بيقدر يكتشف تشاو من وسط تنكرها مع الجنود، بس بتقول له هي وافقت تتجوز الامير، وبتطلب من سيد انها تشوف الامير. والخاين بيقتل كل اللي كانوا موجودين وبياخد تشاو بيوديها لخيمة تشوي، وهي اول ما بتشوفه بتقول له علشان تتجوزني قتلت جدي وامي وخليت ابويا مجنون. فبيقول لها ما حصلش كل ده وبيتعصب عليها، فبتقول له اقتلني بالمرة عادي على دخلة جيان وبيهدي الموقف.
الموقف، وكلمة من هنا وكلمة من هنا وبتقول لتشوي طالما عايزني اقتل جيهان، بس بيرفض وبيخرجوا هما الاتنين علشان تهدى شوية، وصاحبتها بتجيلها وبتهربها من القصر، والمعسكر كله بيطلع وراها علشان يقبضوا عليها. هوبا جيهان بيظهر وبيقتل الجنود علشان تهرب، ويمين وشمال وطحنهم وبيطلع وراها، فبيسرح هوبا صاحبتها بتقتله، وبيدخلوا جوه الجبل والامير وراها، وبيلاقيها فوق الجبل على الشجرة وبتديله كلمتين في العضل، وبتنط من على الشجرة وهو وراها على طول، وبيقع هوبا الاتنين في ظهر النسيان. الحب تضحية برضه يا جماعة. وبعد فترة بنشوف تشاو في قصر ليه، وما بتكونش فاكرة حاجة بس بيتعاملوا عادي، وانها الاميرة لدولة شي، ولما بتخلص لبس بتدي رسالة لصاحبتها علشان توديها لاهلها، بس صاحبتها بتحط الرسالة جنب اخواتها علشان هي عارفة اللي فيها، وجدة الامراء بتحذر بنت اختها بانها ما تجيبش سيرة الوطن قصاد تشاو علشان هي ما تفتكرش اللي حصل لقبيلة ديناتشي على ايد الامبراطور ليه، وبيبداوا يعلموها احترام وتقاليد المملكة، بس بتكون على الله حكايتها. في الوقت ده بيكون الامير الخامس بيحب بنت الوزير تيان، وناسي خلاص بطلتنا علشان هما الاتنين وقعوا في نهر النسيان. وفي يوم الصيد الامير التاني بيجمع كل الامراء والاميرات علشان يصطادوا، بس الامير الخامس ما كانش فاضي يحضر، وكمان مع حبيبة قلبه التانية بيوعدها يجيب لها غزال. في الوقت ده تشاو بتسيب الامراء وبتقرر تصطاد لوحدها، ويشاء القدر تروح المنطقة اللي بيصطاد فيها تشوي، وصاحبتنا كانت هتقتله بالسهم، وكلمة من هنا على كلمة من هنا كل واحد بيعرف التاني على نفسه، وفجأة بتتعب تشاو وبيغمى عليها، والامير الخامس بيشيلها وبيرجعها القصر وبيطمنوا عليها، ولما بتبقى احسن بيعلموها الكتابة، وصاحبتها بتفتكر اللي حصل لقبيلتها وبتعيط. وتاني يوم الامبراطور بياخد رأي الحكماء والوزراء مين الانسب لتولي العرش، واحد بيقترح عليه الامير التاني بسبب انتصاراته على الاعداء، والتاني بيرشح الامير الخامس بسبب ذكائه وانه قتل ملك قبيلة ديناتشي، وبيقرر نهائيا انه ينصب الامير التاني ولي العهد وناوي يجوزه تشاو. في الوقت ده بتكون تشاو مطلعه عين اهل المدربة بتاعتها، وكانت هتخليها تعملها على نفسها لما مثلت عليها انها ميتة على دخلة بنت عم الامير، وتبلغها ان فرحها بعد 100 يوم، وبالليل بتتكلم مع صاحبتها انها محبوسة هنا، وفوق كل ده تتجوز حد مش عاجبني. وفجأة بتشوف جيان وما بتكونش عارفاه، وبتفضل تصرخ وتلم الحراس القصر كله عندها، حتى صاحبتها بتكون مستغربة ازاي هو عايش، وبدأ القائد بيقلب الدنيا عليهم ويسأل صاحبتها هي ليه مش عارفاني، وبيلاقي صوتها رايح وبيستغرب ازاي كل حاجة اتغيرت كده، وبيروح يسأل عند واحد صاحبه حصل ايه في الكام شهر اللي فاتوا، فبيحكي له انهم نطوا في نهر النسيان. وتاني يوم الامبراطور بيعمل اجتماع على مين يحكم دولة منطقة ديناتشي، فتشوي بيقترح عليه فكرة بعد ما كانت تايهة، ده بيوافق على كلامه بس اخوه ما كانش عاجبه الكلام. وبعد الاجتماع مساعد الامير التاني بيقول له اخوك مش سهلة، شكله عايز ينافسك بطريقته خلي بالك. وتاني يوم تشاو بتشوف الاميرات بتلعب، فبتقرر تلعب معاهم، واللي بيتهزم بيلم السهوم، فحبيبة تشوي بنت الوزير بتتهزم وبتركب المركب علشان تلم السهوم من البحيرة. هوبا صاحبتنا زي المجنونة بتنط على المركب ويقعوا هما الاتنين في البحيرة على دخلة الامراء، والامير الخامس بيسيب حبيبته وينقذ تشاو من الغرق، وبتستغرب من اللي حصل. وبعد الموقف الرجولي اللي عمله بتروح له المكتبة وبتشكره على اللي عمله معاها، وفجأة بيتعب أول ما بيشوفها وبتعتذر له. لما بترجع البيت بتفتكر تخيلات، وتاني يوم تشاو بتخرج من القصر علشان تروح تشرب حاجة أصفرة، وبالصدفة بتقابل جيان وبتبقى مرعوبة منه، فبيطمنها وبيفضل معاها لغاية ما تخلص مشوارها. وبالليل بيروح يقابل معلم تشوي وبيعرفه انه ما حكاش حاجة لتشاو، ولو عايز تعرف مكاني هتقابلني في بيت الشرب. وتاني يوم تشاو بتقابل الامير الخامس تشوي وبتكون عامله له مشروب علشان البرد، ولما بيبقى معصلج معاها بتديله المشروب وبتجري، وفجأة بتدوخ لما بتمشي، والقائد بيبي بقى قلقان لا الذاكرة بتاعته ترجع له تاني. وبالليل معلم تشوي بيتابع تحركات جيان وبيشوفه حالته حالة وشارب ومتنيل، فبيقول له يا ابني غلط اللي بتعمله ده وخاف على صحتك. وتاني يوم بيكون تشوي في المكتبة بيجمع اللي اتفق مع الامبراطورة عليه على دخلة الشاو، فبيقول لها كويس انك جيتي، شوفي الخريطة دي لدولتك مظبوطة ولا لأ. وطبعا هي بتكون ناسية كل حاجة وبتخترع اي كلام، واول ما بيزنقها في الكلام بتقول له هو احنا نعرف بعض قبل كده، فبيسكت علشان هو كمان مش فاكر حاجة. وبعد ما بتمشي من عنده بتروح تلعب قمار مع الخدم وبتكسبهم، وبتكتشف ان العملتين مش متشابهين، فبتوريهم للامير وهو بياخدهم وبيبلغ القائد انه يشوف الحوار ده بس في سرية تامة. وبيرجع المكتبة تاني بيقول لتشاو شوفي لي الورق ده كده، فبتتخانق معاه علشان كاتب غلط عن موطنها، وبتاخده للامبراطور والجدة تشتكي لهم من تصرفاته وتقول لهم الغلط عندكم
لكم حتى العملات غلط. طب استنوا اوريكم. وبتطلع تدور بس مفيش فايدة، وبترجع زعلانة فبتشغل دماغها وبتاخد كاس دهب وبتخلي جيان يكسره لها وتبيعه حتت صغيرة، وبتجمع مبلغ معتبر من العملات وبتوريهم للامبراطور والجدة وتقول لهم اهو شوفوا كمان بنفسيكم. فالامبراطور بيطلب في التحقيق في الامر من غير ما حد يعرف، وصاحبتنا فرحانة وطايرة من الفرحة وبتطلب انها تحقق معاهم، والاتنين بيتحركوا وتشوي بيقول لتشاو انها مناسبة لاخو جامد وكذلك الامر هي بتقول انه مناسب خالص لبنت الوزير. وبيروحوا المعبد وتشاو بتسحب يخت من الكاهن وبتطلب منه يفسره لها، وهو بيقول لها انهم متشابهين ولازم يخلوا علاقتهم كويسة. بتقول له يا عم مش باين عليا انا ولا ايه، وبتسيبه وتمشي. وهو على السلالم بيشوف التماثيل وبيشكوا ان في بواقي نحاس في التمثال، وبخبرتها بتعرف ان في تمثال مزيف وابن عمه بيجي علشان يغطي على الموضوع. فبياخد بعضه وبيحكي كل اللي حصل للامير التاني وان الاميرة التاسعة بتخرب وراهم. وتاني يوم بتروح المكتبة بس الخادم ما بيرضاش يدخلها، فبتشغل دماغها وبتطلع فوق السور. هوبا بتقع زرع بصل على دماغها، والامير بيقول لها انا شفت ناس كتير دماغها واقفة بس انت في حتة تانية خالص، ربنا يهديكي اطلعي على ظهري يلا. وبيعمل لها كوباية شاي على الفحم مزاج. وبتحصل كيمياء غريبة لما بيبقى قاعد معاها وبتفتكر حاجات بسيطة كده من الماضي. وبالليل جيان بيروح يقابلها وبيديها السهم وبيعرفها لو احتاجته في اي وقت تضربه وهو هيجيلها. وبتتحرك معاه وبتلاقي ناس ماسكة التماثيل وبتعملها بالنحاس. وتاني يوم بتروح تبلغ الامبراطور باللي شافته ووصلت له مع الامير الخامس. فالامبراطور بيؤمر يجيب المسؤول عن المعبد وبيطلع ابن اخوه وهي بتديله وما بتسكتلوش. فبيقول للامبراطور ان كل الاتهامات دي باطلة والامير التاني بيدافع عنه. فالامبراطور بيؤمر يجيبوا التماثيل ويحققوا في الامر ويشوفوا مين بيحور. وبيطلع التماثيل بالمواصفات ومفيش غش وبيكونوا عاملينها صح وضحكوا عليهم. وبالليل تشوي بيعتذر لعمه العجوز عن تهوره وانه بوظ خطتهم. وفي الناحية التانية اخوه وابن عمه فرحانين باللي عملوه. وتاني يوم تشاو بتروح عند تشوي في الحمام الخاص بتاعه. هوبا بتقع زي البطة في المية والاتنين بيشوفوا ذكريات طفيفة من الماضي وبتستأذن منه وبتخرج وبتلاقي الامير التاني في وشها فبتخاف منه وبتطلع تجري. وفجأة تشوي بيسمع صراخ فبيروح جري يلاقي ابن عمه بيعذب خدامة فبيوقفه والتاني بيستفزه بكلامه واخوه بيقول له سيبها لي وانا هجيبها لك وهو اصلا خاين. وبالليل الامير التاني بيعزم الاميرات وتشاو واول ما بتشرب بيغمى عليها وبتجيب دم من بقها والامبراطور بيعرف وبيفضل يزعلهم وبيأمرهم في التحقيق من اللي حط السم وبيبدأ يعبطهم كلهم. والامير التاني وابن عمه بيحاولوا يوقعوا تشوي بانه هو السبب. واحد من الخدم بيقول له ان الطبق اللي شربت منه تبع الامير الخامس فبيبعتوا الجنود يحاصروا قصر الامير الخامس تشوي. وبالليل بيعذبوا الخدامة علشان تعترف وهي بتحور عليهم وبتطلع شغالة مع الامير التاني وماشية تبع خطتهم. وبعد 3 ايام من تسمم تشاو بتبدأ تفوق وبتجيب دم من بقها وصاحبة تشاو بتكون عارفة اللي حصل وبتروح تطلب العلاج من الامير التاني علشان هي عارفة اللي عمله. بس ابن عمه بيقول لها فكك منها دي ما تعرفش تتكلم يلا بينا وبتفضل مستنياه. وحالة تشاو في تدهور كل يوم والجنود بتدخل قصر تشوي علشان تدور على اي حاجة وبيطلعوا صندوق من عنده. وصاحبة تشاو اخر مرة بتزهق وبتروح تنادي جيان علشان يلاقوا حل لمرضها وبيبدأ يعالجها بطريقتهم وبيخرج السم في الوعاء. ولما بيتعب صاحبتها بتتكلم مع جيان وبتكون مستغربة ازاي بتتكلم وهي المفروض ما بتتكلمش فبتشرح له ليه عملت كده علشان تشاو وطول الطريق عمال يجيب في دم. وتاني يوم وزير بيتهم الامير الخامس هو اللي حط السم للامير التاني وجده بيقول له حكمك غير عادل علشان تحكم بمحاكمة الامير الخامس على طول كده اكيد في حاجة غلط. وبعد ايام بتفوق تشاو بس باين عليها التعب لسه والامبراطور بيبدأ يحقق مع الامير الخامس وتشوي بيقولوا لو عايز اخلص عليها ليه ابعت حد تبعي. فبيفتكر كلام اخوه الكبير ان في اعداء كتير في القصر والامبراطور بيروح يطمن على تشاو والامبراطورة العقربة ما بتحلهوش وبتسخنوا اكتر على تشوي. وتاني يوم واحد من الوزراء بيبلغ الامبراطور ان في عدد من الناس طلعت عملات نحاسية شبه العملات الحقيقية ولازم تاخد موقف علشان الفوضى قبل ما تحصل. في الوقت ده تشاو بتضرب السهم علشان عايزة مساعدة من جيان زي ما قال لها وفعلا بيوصل لها على طول وبتقول انها عايزة تروح السجن علشان تطمن على صاحبها تشوي. فبياخدها وبيغفل الحراس وهي بتديله اكل على خفيف كده وحاجة اخر دلع وهو بيفهمها
هو محبوس ليه وبيقول لها لازم تاخد بالها من نفسها. والامبراطور بيجيب الامير التاني وبيسأله عن اخوه وايه السبب اللي يخليه يفكر يسممه. فالخبيث بيشغل دماغه ويقول له لا مستحيل اخويا يعمل كده حتى لو هو مش مصدق. والامبراطور بياخد بعضه وبينزل للخدامه بنفسه وبيسألها مين اللي اداها السم علشان تعمل عملتها، فبيتعصب عليها وبيقتلها ويطلع يقول ان التهم صحيح على الامير الخامس. في الوقت ده تشوي بيروح لجده وبيعتذر له على تهوره والموقف اللي حطه فيه، وجده بيديله سجل بالديوان العالي ومسجل فيه كل تحركات البلاط الملكي والخونة وفيه اعترافات بابه على قتل ولي العهد. بس تشوي بيقول له كان حاضر القائد بيه للاستجواب. في الوقت ده بيكون الامير التاني ابن عمه بيخططوا ازاي يخلصوا من تشوي، وتاني يوم الامير التاني بيأمروا الحراس تقتل اي حد معاه وثيقة يوصلها لتشوي، وكل ما يقتل حد بتطلع فاضية لغاية لما الوثيقة بتوصل بسلام لتشوي. بس فجأة سهم بيترمي عليه، واحد من الرجالة بتصده، هوبا الجنود بتحوطهم من كل مكان وبتدور العركة وبيكون عددهم كبير بس على مين دول معلمين وحركات ودورانات واكشن صيني على هندي. وجيان بيقول لتشوي روح انت مالكش دعوة، فبياخد بعضه وبيوصل الوثيقة اللي فيها شكل باتو الحقيقي للامبراطور. وزيادة تأكيد بيجيب صاحبة تشاو وتأكد على باتو علشان يصدق كلام تشوي بانه بريء. والامير التاني بيلبس هدومه وبياخد قوته وبيطلع القصر بيدور فيهم الضربة وبيقتل جنود الملك. واول ما بيدخل فناء القصر بيتحاصر من الجنود من كل حتة زي الفار المحبوس، بس اللي في دماغه بيعلن التمرد وبيمرهم بقتلهم. بس جنود الامبراطور بيعملوا الواجب وبيخلصوا على كل جنود الخونة وبيقتلوا ابن عمه وبيقبضوا على الامير التاني وبيبلغوا الامبراطور بانه في قاعة العدل ومستنيين حكمك. ولما بيروح له بيقول له ليه عملت كده، ده انت اكتر شخص كنت عايزه يتولى من بعد الحكم. وتاني يوم الامبراطورة الارملة بتروح للامبراطور علشان تطلب العفو عن الامير التاني، فبيقول لها ده دخل على القصر بقوته وكان عايز ياخد العرش بالقوة وقتل ولي العهد وسمم امير الدولة تشي وعايز انا سامحه. وفي الوقت ده بيكون تشوي واقف عند معلمه وبيفتكر كلام اخوه قبل ما يتقبض عليه. والامبراطور بيجمع الامراء وبيحاول يختبرهم بطريقته الخاصة في لعبة الشطرنج، والوحيد اللي بيسد مع تشوي. وبعد ما مشوا بياخد رأي المساعد فيهم ومن فيهم احسن. وتشوي وهو راجع قصره بيروح علشان يطمن على تشاو بس بيقول لها كلمتين حلوين ويمشي. وبالليل بتخرج وبتسكر وحالتها حالة، والامير الخامس بيعرف وبيخرج يدور عليها وبيلاقيها مع جيهان فبيشكر انه انقذها وبيكون ناسي علاقتهم ببعض. وجيهان بيفتكر نفس الموقف في المعسكر لما كان واخدها على ظهره وماشي، ولما يوصلها البيت بتفضل تعيط وانها عايزة ترجع لوطنها ومفيش حد هنا بيهتم بيها. وتاني يوم الامير الخامس بيدور على اي حاجة تبع تشاو فبيلاقي قلادة لنابة ثعلب. هوبا بيفتكر الموقف اللي نط عليه لما كان بيصطاد فبيرميها على طول فبياخدها الجنينة. وفي الوقت ده بتكون تشاو مدخلة ويسكي في القصر ومش عايزة حد يعرف بسبب اخر مرة عملتها، وهي بتجري بتخبط في تشوي. ولما بيسألها مالك ايه اللي في ايدك فبتقول له ده برقوق ساخن ورايحة تدفنه تحت الشجرة. وطبعا صاحبنا هرشها فبيقول لها بطل شرب مكيفات علشان هتحلمي بحاجات غريبة. وبتفتكر لما كانت سكرانة وبتقول لنفسها طب كويس انه كان حلم مش اكتر. وهي ماشية بتشوف القلادة على رقبة حبيبة تشوي، وبالليل وهي نايمة بتفتكر القلادة وكلام تشوي ليها وانه هيعملها احسن من جدها. فبيصحوها علشان تلبس وتقابل الامير الخامس واخواته وبيعرفوها انه احتمال تتجوزوا. وبينزلوا السوق مع بعض وتشوي بيستعرض مهاراته قصاد الناس، وصاحبتنا بتلم الفلوس من وراه حالتهم حالة وبيتمشوا مع بعض. وبالصدفة لما بتروح تشاو تشتري حاجة ليهم حبيبته بتقابله وبتقف معاه تتكلم. وتشاو اول ما بتشوفهم بتاخد بعضها وبتمشي، واخوات الامير بيقابلوها وبياخدوها معاهم وبترجع البيت وجيان بيفضل يتكلم معاها ويطمن على احوالها. وتاني يوم الامبراطور بيجمع كل وزراء الدولة وبيطلع مرسوم بان تشوي ولي العهد وكل الوزراء بيقدموا له الولاء. ولما بيدخل القصر بتاعه بيفتكر لحظات اخوه الكبير لما اتقتل قدام عينه. وبالليل جيان بيروح لتشاو وبيقول لها لو مش عايزة تتجوزي الامير انا مستعد اخدك وامشي. بس بيلاقي رد فعل اللي كان مستنيه منها ويقابل صاحبتها ويقول لها بان تشوي خطير ولازم تخلي بالك من تشاو، ولو رجعت ذاكرتها من تاني فبتقول له ما تقلقش هعرف احميها. وتاني يوم تشاو بتروح تقابل ناس من مملكة تشي وبتطمن على ابوها وامها، ولما بتسأله عن قبيلة ديناتشي ما بيعرفش يرد وبيستأذن منها ويمشي. في الوقت ده تشوي بيقول لامه انه عايز يتجوز بنت الوزير وبيترجاها بس بترفض وبتقول له انه لازم يتجوز امير الدولة تشي ومفيش مفر حتى جده بيأكد الكلام. والجنرال بيقابل المبعوث
فلوس من ولاية شي، وبيقول له كويس انك مسكت بقك وما غلطتش قدام تشاو. في الوقت ده تشاو بتروح قصر جدها في المملكة، وبتلاقي بنت هناك وبتعرف منها ان قبيلة ديناتشي كلها اتقتلت على ايد ولي العهد من نص عام فات. فبتتصدم من كلامها وبتاخد بعضها وبترمي الحاجة على الامير وبتقول له انت قتلت جدي وقبيلة ديناتشي كلها. فبيقول لها للاسف الكلام ده حقيقي، فبيحاول يدافع عن نفسه بس على ما فيش، وبيعرف ان ابوها عارف بالقصة. فبتروح تتكلم مع صاحبتها وبتعرف انها كانت عارفة برضه وساكتة، وبتفضل تعيط فبتحضنها. وصاحبتها بتروح تحكي اللي حصل لجيان في الغابة وبتطلب منه يهربها، وبتعرف تشاو باللي عملته. وتاني يوم وهي خارجة بتقابل الجدة الامبراطورة وبتطلب منها انها تخرج من القصر. فبتقول لها بتكرهيه علشان قتل جدك، ما اكيد يا تيتا هتكرهه بسبب كده هو قتل فرخة. فبتاخدها وتوريها على ابطال قصر ليه، وبتحكي لها هم ازاي ماتوا ومنهم على ايد جدها، وان معظمهم ماتوا في حروب، وانها اتجوزت بعد ما معظم اهلها ماتت على ايد الامبراطور، وبتقدر تهدي شويه من النار اللي قايده في قلبها. ويا عيني جيان بيفضل مستنيها بره وما بتجيش. وتشاو بتسمع كلام الجده الامبراطوره وبتوافق على الجوازه وبتلبس الطقم الاحمر الجميل وبتكمل مراسم الجواز. وبعد الحفله بيسيبها لوحدها وبيروح يشرب علشان ينسى ويسكر. وتاني يوم تشاو بتأمر انهم يشيلوا اي حاجه لونها احمر في القصر علشان بيفكرها بالدم. ولما بيقابلوا الامبراطوره تشاو بتغمى عليها وبتعرف انها تعبانه بسبب السهر والبرد، فبيوصلها البيت. فبتقوم عليه وتعوره في ايده وبياخد بعضه ويمشي. ويأمر القائد بانه يديها العلاج في سريه تامه من غير ما حد يعرف. وفي الوقت ده الخدامه بتشرب تشاو العلاج وبتهتم بيها. وبالليل جيان بيدخل القصر وبيجيب اكل لتشاو وكمان ويسكي. وبعد ما خلص عندها بياخد بعضه وبيروح لتشاوي وبيديله رساله يديها لتشاو، ويقول له عرفها بانها من امها علشان هي ما تعرفش انها ميته. وتاني يوم الخدامه بتودي الرساله والهديه لتشاو وبتفرح اول ما بتشوفهم. في الوقت ده بيكون الامير الخامس عنده اجتماع بس ما بيكونش مركز مع الوزراء وبينام على نفسه. وتشاو القائد بياخدها يوديها ناحيه مدافن جدها، واول ما تدخل بتتخيله قدامها وبتفضل تعيط هي وصاحبتها وبتفتكر كلامها معاها. والقائد بيفهمها انه مصير الحروب كده. وبالليل تشاو وصاحبتها بيخرجوا مع جيان وبيسكروا، وبتقول له انت من دلوقتي يا اخويا ومعلمي يا معلم يا سيد المعلمين. فبيوديها البيت بعد ما طينت الدنيا طين. في الوقت ده مساعدين الامبراطور بيبلغوه انه معلم تشاوي بيقابل ناس في سر، فبيبعت الجنود علشان يقبضوا عليه بس من غير تفاهم بيدور العرك ما بينهم. وجيان بيدخل وبينقذوا بيهربوا منهم. ولما بيلاقوا الدم في البيت بيقبضوا على صاحبة البيت وبيودوها للامبراطور وبيحققوا معاها بس على ما فيش، وبيخليها تعزف له. والمعلم بيوري اتباعه العلامة لو حصلت اي حاجة وتسهل لهم التواصل ما بينهم. وتاني يوم تشاو بتاخد شوية ويسكي وكانت رايحة تدي لحبيبها تشوي بس بيطلع لها زي الخازوق وبيرخم عليها. والاتنين بيشدوا مع بعض في الكلام والاتنين كانوا هيقعوا، فساب حبيبته ولحق تشاو قبل ما تقع وحبيبته بتتعور وبيبقى قلقان عليها. وهي بتفتكر نفس الموقف لما سابها في البحيرة وانقذ تشاو عنها. والقائد بيطمن جيان بان الامير بيهتم بالاميرة بس في الاستخبص. في الوقت ده الامبراطور بيبلغهم انهم يجهزوا نفسهم علشان هيحضروا مهرجان البوزة. وتشوي وتشاو لما بيكونوا مع بعض بيبقوا نائر ونقير وبيبهدلوا بعض في الكلام. وتاني يوم كل اللي في القصر بيجهزوا نفسهم ما عدا تشاو. والامبراطور بيسأل عنها بس الامبراطورة بتقول له انه عندها دور باردة. في الوقت ده جيان بيروح لتشاو بيخرجها في السوق وبيدخلوا الساحرة، واول ما بتشوفهم بتقول لهم بانهم لازم يبعدوا عن بعض. وطبعا الكلام ما عجبش صاحبتنا فبتاخد بعضها وتمشي. وبالليل بتعمل مشاكل الدنيا وتعمل نفسها بتفهم في السلاحف وبتخانق مع الناس. وهوبا بتاخد بعضها وبتجري والناس وراها وبتعمل حركات وبتاع، حتى وهي بتجري بتخرب الدنيا. في الوقت ده الامبراطور بيشوف اللي حصل منها في السوق وبيطلع فيهم كلهم بسبب اللي حصل واللي شافه. والامير بيقول لها لو حد سالك قولي لهم باني انا سمحت لك تنزلي السوق. والاتنين بيقلبوها خناقه بس بهزار وشكلهم مسخره هما الاتنين قدام الامبراطوره، وما بيعجبهاش الكلام فبتزنق الامير لوحده وبتقول له ما ينفعش اللي بيحصل ده. فبيروح علشان يفهمها غلطها فبتغلطه وبتكسب النقاش في لمح البصر وبتخليه مش طايق نفسه. هو ده اسلوب البنات في ثانيه بيقلبوا الترابيزه علينا. وفي الوقت ده تشاو الرجاله بيروحوا يسكروا وبتبقى حالتهم حاله خالص، حتى اخت الامبراطور بتكون معاهم وبيرجعوا البيت قبل ما حد يقفشهم بانهم خرجوا من غير اذن. وتشوي بيدخل عليها الاوضه وبيفضل يدور في حاجتها وهي بتتعصب عليه علشان بيفتش وبتقول له اتلم ده بعقلك ما ينفعش تكون ولي عهد، افعالك رايحه في
داهية، بس الخدامة بتنقذ الموقف، وبعد ما تمشي بتتكلم معاها وإنها لازم تخلي بالها من الكلام. وتاني يوم تشاو بتروح لحبيبة الأمير وبتديها هدية، وعلشان الهدية دي بتأمر الخدامة تجيب نابت ثعلب وتوريه لها، وأول ما بتشوفه بتاخد بعضها وبتمشي وبتكون قاصدة تحرق دمها، وبتعمل صور للقائد هدية، ولما بتيجي تديهوله الأمير بيشوفهم وبيدخل عليهم عادي، فبتقول له ايه اللي جابك هنا؟ فبيقول لها القصر قصري وانا حر فيه بتنجهنا، وبتسأل عن نابت ثعلب لو هو اللي ادى هدية لسيسي، وبتشد معاه في الكلام، فبياخد بعضه وبيمشي. وبالليل القائد بيقول لجيان بان الاميرة سألت الامير على نابت ثعلب، وبيستغرب وبيسأله هو كان رد عليها ايه، فبيقول انه قال لها ان دي حاجة ما تخصكيش وسابها ومشي. وتاني يوم بيسأل القائد لو يعرف حاجة عن نابت ثعلب، فبيقول له اللي فاكره وانه تذكار من هزيمة قبيلة ديناتشي. والقائد وهو خارج واحد من الجنود بيبلغه انهم مسكوا ناس تبع التنانين، وبيروح علشان يشوفوا الحوار ده، وبيلاقي تشاو متدبسة في قضية تانية خالص، واتنين بيتهموها انها حاولت تغرق طفلهم في النهر، والقائد بكل ذكاء بيكتشف انهم بيحوروا عليهم ولا حاولت تغرقها ولا حاجة. وبعد المحكمة تشاو بتشكر القائد علشان ساعدها في التدبيسة دي. وبالليل الامبراطور عاجبه صوت البنت فبيروح لها الكازينو مخصوص وبيسكر عندها، وبعد ما بتخلص منه بتسيبه وبتقابل جيان وبتطلب منه انها عايزة تقابل الامير الخامس ضروري. في الوقت ده بيكون تشوي مستني تشاو، ولهان بتكون بتتصرمح زي كل مرة، وبيقول لها بقالي 4 ساعات مستنيكي هنا، شاطرة تخرج وتعملي لي مشاكل. فبتقول له لا مش بعمل مشاكل، انا وقعت في المية وغيرت هدومي بس. فبيقول لها المهم يعني على سلسلة نابت ثعلب، كنت جاي اقول لك اني لقيتها وانا راجع من الحرب. وتاني يوم وزير من الوزراء بيبلغ الامبراطور ان الجنود من قبيلة ديناتشي اللي هربت من الحرب عمالين يهاجموا الحدود الغربية، فبيطلع فرمان انهم ياخدوا كافة الاجراءات عشان يوقفوا المهزلة دي. واحد من الوزراء بيقابل الامير ويقول له كل اللي هرب من قبيلة ديناتشي كبار في السن واطفال، ومش بالعقل كده نبعت جيش كبير وراهم، اكيد في حاجة غلط ورا الموضوع ده. وجيان بيجيب الانسة العازفة وبيخليها تقابل تشوي، وهي بتقول له انت ناوي تخلص على عائلة كاو، الامبراطور اتكلم معايا في كل حاجة، وانها لو في ايديها اي حاجة هي تحت الطلب، وبتحذره من واحد من الامراء. وبعد ما تمشي بيقول لجيان انا عارفك محتار علشان وافق على كلامها، بس كله تبع المصلحة وعلشان ننقذ الابرياء. وبالليل تشاو بتكتب رسالة لامها وبتروح تحضر حفلة مع الامير وباقي العيلة، وطبعا مش هيحلها تشوي، بيفضل يتريق عليها علشان مش عارفة سرطان البحر، وبيوريها بتتاكل ازاي وهي مركزة على الاخر. وتاني يوم بنت الوزير كاو بترقص، والامبراطورة بتعرفها على الامبراطور وبيفضل يشكر فيها. وتاني يوم الامبراطورة بتكون على الاخر علشان لو بنت الوزير جابت ولد هيبقى في خطر على منصبها كامبراطورة، وانها عايزة امير يسمع كلامها من دلوقتي. في الوقت ده الامير بيسأل الخادم عن الحاجات اللي بتحبها السيدات، فبيقول له بيحبوا المجوهرات واللبس والحاجات دي، فبياخد بعضه وبيخرج مع تشاو من غير ما يعرفها انه ناوي على ايه. هو بياخد مقاسها وكل شوية تقول له خلص ما كانتش هدية هتجيبها لحبيبة قلبك. وهم ماشيين في السوق بيشوف أصدقاء السوق ولا بتديهم اهتمام علشان الأمير ما يقفشهاش. وبالليل الأمير بيروح للإمبراطورة وبتشربوا حاجة أصفر وبينام على نفسه، وبتبعت خدامة وراه. في الوقت ده تشاو بتفتكر أصحاب السوق وهما بيقولوا لها لو حد حبك هيعمل كل حاجة بتحبيها. هوبا بتفتكر كل لحظات مع تشوي وإنه على طول جنبها وكده بيكون خافي مشاعره، فبتخرج في الهوا شوية وبتقابل القائد جي وبتكلم معاه شوية، وبتشوفه مساعدة سيسي وبتقول لها علاقة القائد وتشاو غريبة، ايه رأيك نوصل بالغلط المعلومة دي للأمير ونخربها عليها. تاني يوم الإمبراطورة بتقول له طالما انت شقي كده ليه نامت الخدامة معاك امبارح؟ فبيقول لها انت عارفة اللي فيها انا كنت سكران وبعدها انا بحب سيسي، وبياخد بعضه ويمشي. وبنعرف ان تشوي كان عارف اللي فيها ومثل انه سكران ووقع الخدامة في الفخ بتاعه، وقال لها لو حد عرف انك كنت هنا هخلص عليكي، وبيحكي للقائد بيه على اللي حصل. وبالليل الامبراطور بيقعد مع العازفة وبيفتكر حبيبته القديمة ايام الشباب وبيبقى مرتاح لها. وتاني يوم بيروح تشوي للسيسي وبيديها طقم شيك وبيقول لها كنت عايز سلسلة نابت ثعلب علشان طلعت بتاعة تشاو وجبتلك دي مكانها، فبتروح مديها له من جواها متأثرة. في الوقت ده جده بيخطط بانه يدخل واحدة من عيلة كاو عند الامبراطور علشان يجيب امير صغنن
وبيبدأ يفرض سيطرته. وأول ما الإمبراطورة بتعرف إن الإمبراطور راح لبنت كاو بتتعبت وبتتعصب. وفي يوم عيد ميلاد تشوي وكل الأميرات ظبطوا هدايا، فبيقرر يفرحهم برضه، فجاب الفستان اللي عمله لتشاو وبيديه لها، وهي أول ما بتشوفه بتفتكر لما نزلوا السوق مع بعض، وهو أخد مقاساتها وبتبقى مبسوطة. بس طبعا الإمبراطورة لازم تعكها، فبتنادي على البنت اللي دخلتها عندها وقالت لها رحبوا بأم ولي العهد الجاي، وهي أصلا ما تعرفش بإن الأمير ما قرب لهاش. وكله في صدمة أول ما سمعوا الخبر وإنها حامل منه، وحالة حزن الله ينور بتحصل. فالإمبراطورة بتطلع فيهم بسبب اللي بيعملوه، فالأمير بيهدي الدنيا بكلامه. وبعد ما كله مشي تشوي بيروح للسيسي وبيقول لها كل ده من مخططات أمي وأنا بريء من الموضوع. حتى تشاو بتتعصب، قال إيه متعصبة علشان تشوي هيخلف من واحدة تانية غير سيسي. في الوقت ده واحد بيروح لجده وبيحكي له على اللي حصل في القصر، والأخبار بتملى القصر. وتاني يوم خادم الأمير بيسمع الخدم وهما بيتكلموا عن تشاو بإن ليها علاقة مع القائد، فبياخد بعضه بيقول للإمبراطور اللي سمعه، فبيتعصب وبيقول له اخرج دلوقتي. وبالليل بياخد بعضه بيروح قصر تشاو وبيقول لصاحبتها اخرجي يلا علشان انا ناوي النهارده انام مع تشاو. وصاحبتنا بتبقى واقفه من الصدمه والكلام، وبيقول لها انا سمعت بانك هتربي الطفل على انه ابنك، الكلام ده حقيقي؟ فبتقول له فيها ايه لما اربيه، وبعدين انت كده كده من الابن البيولوجي للامبراطور. ولما بتلاقي وشه قلب فبتقول له مش المفروض تروح للسيسي علشان بتحبك، وكانت ماشيه فبيشدها ويقول لها اسمعي كلامي، فبتقول له انت اصلا بارد، وبتتغطى وتنام. وتاني يوم تشاو بيقابل القائد العام وبيقول له تبقى شوف لي مين اللي كان قريب من القصر، وبيحاول يحرق دمه لو في اي حاجه ما بينه وما بين تشاو، وانه قضى يوم عالمي امبارح. ولما بتصحى تشاو وهي خارجه هوبا بتقع على وشها زرع بصل ولا كأن عجل صغير بيقع. في الوقت ده القائد بيقول للامير ان الشخص اللي كان في القصر واحده تبع الامبراطوره. وبالليل واحد من مساعدين جيان بيديله سجل بالاشخاص اللي دخلوا البار، منهم تبع ابن عم الامبراطور، وبيبقى مستغرب من الاشخاص المهمين وبيأمرهم بانهم يتابعوا اللي بيعملوه من غير ما حد يعرف. وتاني يوم سيسي بتروح علشان تحرق دم تشاو، وفعلا بتنجح وبتخليها مش طايقاها على داخلة الامير، وبياخد سيسي وبيخرجها. وتشاو بتفضل تندب في حظها وبختها اللي حطها في القصر وانها مش محبوبة من حد. في الوقت ده جيان بيروح لتشوي وبيحكي له على كل التفاصيل اللي بتدور خارج القصر، وان قريبه بيروح يلعب قمار وبيحكي له على كل اللي بيحصل هناك وعن عيلة كاو. وبعد ما بيخلص معاه بيروح يقابل ابوه وامه وبيتولى جريمة القتل اللي حصلت في بار القمار. وبالليل بياخد تشاو بيركبها المركب علشان كان نفسها تمشي بيه في المية، وطبعا مش هتفوت الحوار ده فبتضيع البتاع اللي بيمشوا بيه القارب وبيجدفوا طول الليل بايديهم. وتاني يوم بيجي لهم دور برد محترم وبتبقى حالتهم حالة، والقائد بيبلغ الامير بان في واحد بيحقق في القضية اياها فمش عايزك تعرف، بس على مين ده تشوي عارف كل حاجة. وبالليل الحرس بيدخلوا على ابن وزير بتهمة القتل في مقاطعة بيانغا. وتاني يوم الدنيا بتسخن قصاد الامبراطور والوزير بيدافع عنه، بس مفيش كل الادلة ضده. وجده بيقول للامبراطور اكيد في حاجة غلط، طول عمر عيلتكو في خدمتك. وبعد المجلس الامير بيقول لجده انه ما كانش يعرف بتحركهم وعملوا كده من وراه. وكبير عائلة كاو بيقول لقريبته انه مش هيعرف يتحرك علشان الامبراطور مركز معاه. وبالليل الامبراطورة بتبعت فلوس مع الخدامة علشان توصلها للحارس السجن علشان يهتم بشين كاو طالما مش هتقدر تدخله. واول ما بتمشي من هنا الامير بيدخل له وبيعتذر له ان الامر راح للمحكمة القضائية، فبيترجاه انه يساعده باي طريقة. فتشوي بيفهمه ان كل مفاتيح القضية مع امه. وتاني يوم كل الوزراء بيطلبوا من الامبراطور تخفيف الحكم، فبيؤمر انه ينجلد 40 جلدة. في الوقت ده واحد بيبلغ كبير عائلة كاو باللي حصل في القصر، وفي ترحيله بيقول له وحياتك ما سيب حقك كده وهننتقم لك. وهو بيروح لمساعد الوزير وبيقول له ولا وقعت وخالتك تتنفي، وبنعرف انه هو اللي ورا كل ده وبيبعت ورا جنود علشان يقتلوه. في الوقت ده تشوي بيروح للجو بيرخم عليها كالمعتاد وبيقول لها لازم تشرب العلاج، فبتقول له اشرب انت كمان ما انت تعبان زيك، وبتخليه يشرب قبلها وبيديها حلويات. بعد ما شربت وبياخد بعضه ويمشي قلبه حنين مفيش كلام. وجده بيعرف ان ابن اخوه مات فبيغمى عليه، حتى الامير بيسمع الخبر اتضايق وبيروح للامبراطور وبيشد معاه في الكلام علشان اتكلمت عن موته. فبتاخد بعضها وبتروح لجده علشان تسخن الدنيا عليه وعلى عيلة حبيبته. في الوقت ده الخادمة بتسقط الطفل والخبر كله بيعرفه، ولما الامير بيروح يتاكد من المعلومة الخادمة بتحكي له كل التفاصيل. وطبعا
وطبعا الامبراطورة مش هتفوت حاجة زي كده، فبتتهم تشاو بانها كانت بتروح لها كتير وبتحاول تدافع عن نفسها، بس مفيش فايدة حتى تشو بيكون موقفه سلبي ناحيتها، فبتروح تعكها اكتر بتدبس سيسي في الحوار وعايزة تنفيها، وكل ده علشان عيلتها. بس الامبراطورة بتعرفهم انهم لازم يجيبوا اطفال في اسرع وقت. وبعد ما خرجوا تشوي بيضرب تشاو وبيقول لها انا عارفك انك ورا كل ده علشان ما تجيبش الطفل، وهوبا من غير تفاهم بترد له نفس القلم، والاتنين بيبهدلوا بعض بالكلام وحالتهم حالة. وبنعرف انه عمل كده علشان شاف خدامة الامبراطورة بتبص عليهم وبتفضل تعيط وبتقول لخدامتها ما كنتش متوقعة انه بيكرهني للدرجة دي. وتشوي بيفهم القائد انه عمل كده علشان خدامتهم وكانت بتبص عليهم. وطبعا العصفورة راحت حكت كل حاجة للامبراطورة بتكون طايرة من الفرحة. وتاني يوم معلم تشوي بيعرف الخبر من جيهان وان العازفة ناوية تنتقم، فبياخد بعضه بيروح لها ويقول لها مش عايزك تعملي زيي وتدوري على الانتقام. في الوقت ده بتخرج تشاو وبتطلع فوق السطح وبتتكلم مع جيهان وبتحكي له على اللي حصل، فبيقول لها لو عايزة تخرجي عرفيني وانا تحت امرك، وبيقول لها المكان هنا عامل زي السجن. وبيفضلوا يتكلموا وبيضحكوا وجيهان بيفتكر ايام زمان لما كان بيدربها في الصحراء. وتاني يوم تشوي بيروح يزعل امه على اللي بتعمله مع سيسي وبيترجاها تخفف عليها، فبتسيبه وتمشي ودانه بتحمر ورجله بتوجعه وبيفتكر لما كان مصاب فيها واغمى عليه. وتشاو بتعرف باللي حصل فبتروح له عشان تطمن عليه وبتديله العلاج وبتفضل جنبه لغايه بالليل وهو ماسك ايدها ومن التعب بتنام جنبه. واول ما بيصحى بيرخم عليها وبيفضل يضحك. هوبا صاحبتها بتحط السكينه على رقبته وبيفضل يضحك برضه وبتتغاظ وبتفضل تضرب فيه علشان يبطل ضحك. والخدم بيطلعوا صاحبتها وبيسيبوهم لوحدهم جوه. واول ما يقربوا لبعض بيفتكروا ذكريات من الماضي، وتشوي بيقول لها اخرجي وهي ما صدقت بتاخد لها في اسنانها وتعيط طول ما هي بتجري. وبيبعت لها هديه اول ما ترجع القصر وبتتخانق مع الخدم علشان بيتكلموا عليها. والامبراطوره بتعرف وبتستدعي تشاو وبتشدها في الكلام وانها لازم تظبط نفسها شويه مهما كان. وبالليل بتحاول تخرج بس القائد بيمنعها وهي بتحاول معاه بكل الطرق، وفي الاخر بيخرجوا. ولا كمان بتخليه يعزف واخر حلاوه وهي مقضياها شرب في شوربه. وهي مروحه الامير بيشوفها وهي راجعه مع القائد وش الفجر. ولما بيقابلها بيقول لها عماله بتتصرمحي مع القائد العام انتي انسه دلوقتي متجوزه امير مش كيس جوافه. فطبعا هي ما سكتتلوش وتديله على دماغه، فبياخد بعضه ويخرج ويروح لابوه ويقول له ما خلي القائد يتجوز اختي ده مفيش احسن منه. وفعلا في الاجتماع الامبراطور بيعلنها رسمي نظمي. وبالليل بيروح يحكي لجيان انه هيتجوز من الاميره. وتاني يوم تيتا كانت عازمه تشاو على الاكل وفجاه بتتعب فبتنادي على الدكتور وهي فرحانه علشان تشاو حامل وكده، بس الدكتور بيصدمها وبيقول لها دي عندها دور برد في معدتها مش اكتر. فبتقول له سدت نفسي الله يسد نفسك اخرج بره اخرج بره. فبتروح تنادي على الامير وتقول للخادم ياخدوا الامير وتشاو الاوضه ومحدش يطلع منها غير وهم جايبين عيال. وبيدخل لهم اكل وصاحبنا بيتطافس وياكل كل الاكل لوحده وهوبا بيسخن. وبتكون الامبراطوره حاطاله مواد منشطه بتخلي حالته حاله، واول ما بينام جنبها بيروح في النوم. وتاني يوم تيتا بتروح لهم وبتبقى فرحانه وتشاو بتقول لها ما حصلش حاجه طلعيني من هنا، ولكنها سمعت حاجه وبتاخد الهدوم وبتمشي تاني. ولما تشوي بيتكلم مع تشاو بتقول له اوعى تكون لسه في نفس الحاله ابعد عني. وهو يا عيني كان عايز يقول لها انه مش بيكرهها زي ما بتفكر، وبتفضل تصرخ بان الامير تعبان علشان يخرجوا من الموقف ده باي طريقه. فبيجيبوا لها الدكتور مع تيتا علشان يطمنوا عليه وبتنجح خطتهم وبيخرجوا. واول ما بيخرج بيلاقي القلاده بتاعته مع الامبراطوره فبياخدها ويمشي ويؤمر الخادم يكلم القائد. وبالليل بيروح يقابل المعلم وبيلاحظوا ان في حد بيتسلط عليهم فبيتكلم عن الامبراطوره وجرايمها وبيتكلموا بصوت عالي في اي حاجه علشان عارفين الشخص ده تبع الامبراطوره. وهي بتروح تحكي فعلا كل اللي سمعته للامبراطوره بالحرف الواحد فبتخطط تقتله. في الوقت ده تشوي بيكون بيقابل تشاو وبيقول لها انها تخرج من القصر وبيبعدوا فتره عن بعض شويه علشان في خطر عليها في القصر. وما كملش كلامه هبا واحد مقنع وبيديله بالسيف في صدره وبيهرب. وبتفضل تنادي على الحرس وتقول له ما تقلقش الدكتور جاي دلوقتي اهو. وبتبقى خايفه عليه خالص وصاحبه تشاو بتلاحقها وبتقدر تخرجها بس بتهرب وتسيبها. والامبراطور بيأمر الدكاتره يعالجوا باي تمن ولو ما حصلش هيطير رقبتهم كلهم. والامبراطوره بتبقى على اعصابها وحتى اصابه صاحبه تشاو خطيره. والقائد بيأمر كل الحرس ان مفيش حد يخرج بره القصر من النهارده. وتشاو
وتشاو بتفضل تهتم في الاتنين، والقائد بيبدأ في التحيات في كل الخدم، والدكتور بيعالج جرح الأمير، وبتستمر الأيام والليالي وتشاو بتفضل جنب الأمير. وبعد أيام بيبدأ يفوق، ولما الإمبراطورة بتمسك إيده بيبعدها عنها وبتخرج قال إيه متأثرة، وتشاو بتروح جري على جيانو وبتقوله الحق صاحبتي في خطر ساعدني، وبدأ يعالجها بطريقته، وبتحكي له إن الأمير انصاب بسببها فبيديها علاج علشان الأمير. وتاني يوم بتفوق صاحبة تشاو وبتقول لها على القاتل، وفي ثواني الإمبراطور بيبعت الحراس والقائد بيقبضوا على دراع اليمين الإمبراطورة، فبتكون هي المجرمة، وبتكون حالة الأمير زي ما هي، وتشاو بتفضل طول الليل معاه. وبيفوق الأمير وبتنادي على الدكتور وبتفضل تعيط من الفرحة، والإمبراطور بتروح له وتشوي بتوري له القلادة وبتقول اللي قتل أمي هي الإمبراطورة، فبياخد بعضه يروح لها وبيفضل يقول لها على كل حاجة، وهي بتفضل تعيط وتمثل إنها بريئة، وبيقول لها خلاص فترتك انتهت، وفي واحدة هتبقى الإمبراطورة أول ما الأمير يجيب ولي العهد. وبيطلع فرمان بحبسها في القصر حتى الموت، والأمير بيروح لها بالليل وبيعاتبها على اللي عملته معاه، فبتشنق نفسها وتشوي بيدخل في حالة حزن. وتاني يوم بيروح لقائد تشاو علشان يشكر صاحبتها، وبيتكلم مع تشاو بس بتستأذن منه علشان تمشي، فبيقول لها انه مش سمع كل كلامها لما كان تعبان وانها بتحبه، فبتقول له مش حب حقيقي، ربنا وعدك بمحاذيات كتير يحبوك بجد، وبتاخد بعضها وتمشي. وتاني يوم بيتكلم مع القائد بيو بيقول له لو ما تعاملتش مع تشاو بطريقة وحشة هتقع في فخاخ سيسي. اي نعم ما عدتش بحبها بس ليا واجبات ليها ولازم اعمل الصح. وبنعرف بان سيسي بتحاول توقع تشاو في غلطات علشان تشو يقلب عليها، بس هو فاهم كل حاجة. وجده بيمسك رسالة من الدم وبيفتكر ايام الشباب، وبيعرف ان المحافظية بنت الخادم زمان. وبالليل بتروح تشاو لتشوي في القصر وبيقول لها الخدامة اللي كانت حامل ماتت خوفا من العقاب، وهوبا بيديله بالقلم، فبيبص لها ويضحك ويمشي، وبيكون قاصد يحرق دمها وهي على اعصابها. وتاني يوم ما بتكونش ماتت ولا حاجة، ده الامير ساعدها علشان تهرب من القصر، وقبل ما تمشي بتأمر الخادم انه يوصل المنديل لتشاو علشان تعرفها الحقيقة وانها عايشة. في الوقت ده المعلم بيكون واقف مع جيان وبيقول له ما تقلقش هنعاقب مساعد الوزير على خطأه. وتشوي بيودي المنديل لتشاو وبيفهمها هو عمل ايه علشان خايف عليها، وبتقول له انت حيوان علشان تلعب في مشاعري كده، وبيبقوا سمنة على العسل من جديد. وعلشان الخبر الحلو ده بتخرجوا معاها وبتشربوا الويسكي، وطبعا في اخر اليوم بيتخانقوا مع بعض، فبيشيلها زي شوال الرز والالعاب النارية بتضرب وبينزلها علشان تتفرج وبتبقى مبسوطة. ولما بيرجع القصر القاتل بيهجم على الامبراطور والجيش بيحاوطوه، وعلشان يسيب الامبراطور بياخد تشاو مكانه ويهرب، وجده بيعرف وبيروح لهم، والحراس بتبدأ تدور على المجرم. وبنعرف ان القاتل اللي هاجم الامبراطور هو جيهان، وكانوا متفقين ياخدوا تشوي مش تشاو، بس المعلم بيطمنه وتشوي بيقول له جيهان قدامه 24 ساعة لو ما رجعش تشاو هو عدو من بكرة. واول ما بتفوق بتعرف انه جيهان، وهو بيفضل يفهمها ليه عمل كده وبيحاول يفكرها بالماضي، وفجأة بيغمى عليها. في الوقت ده تشوي بيروح للمعلم وبيقول له عدى 24 ساعة قول لي ايه علاقته بتشاو، وبيبقى على اخره، وبيعرفوا انه من النهارده جيان ملوش دية عنده. وفي الناحية التانية الامبراطور بيعرض على العازفة انها تبقى مراته وتبقى الامبراطورة، وجده بيبقى عايز يحقق في قضية الخدامة من عيلة كاو. وبالليل تشاو بتفهم وبتخرج في الغابة وبتكونش قادرة تمشي، وبتفضل تتخيل تشوي وثعلب بيهاجمه، وفي الاخر بيطلع كل ده حلم، وبتلاقي جيان في وشها وبتبقى رافضة الكلام معاه، وهو بيحاول يلطف الجو وبيجيب لها الحاجة اللي بتحبها. وجده بيبعت الرجالة بتاعته يقتلوا واحد تبع الامبراطور، بس بيكون عامل احتياطاته ومنيم واحد مكانه وشايف كل حاجة بتحصل، ومساعد جده بيقول له كله تحت السيطرة يا زعيم. وتاني يوم حراس القصر بتوصل الكوخ لتشاو، فبتاخد الكوس وتطلع لهم وتضرب الإشارة لجيان، وهوبا بيوصل وبيدور فيهم الضرب وبياخدها ويهرب، وهي على ظهره بتفتكره وبتسأله هو حصل ايه في الماضي، فبيحكي لها بان في المعركة في ناس كتير ماتت في القبيلة وده خلاني اخدك وابعد عنهم، بس حصل اللي حصل ورجعت القصر لي من تاني. وهي اول ما بتسمع فبتاخده بالحضن، والامير بيوصل للجنود والقائد بيقولوا على اللي حصل وان تشاو هربت معاه بمزاجها. وتاني يوم تشوي بيروح للمعلم الكبير وبيطلب منه مخدودة الدم علشان يوقع جده في شر اعماله، واول ما بياخدها بيديها
بيديها للوزير المحكمة، وأول ما بيشوفها وشه بيقلب. في الوقت ده تشاو وجيان بيرجعوا القصر علشان يهربوا صاحبتها معاها، وبنعرف من جيان انه ضحك على تشاو وقال لها انه حبيبها، وبتعرف انه قدام 6 شهور هيموت. وتاني يوم الوزير بياخد المخطوطة وبيعرضها للإمبراطور والدنيا بتقلب، وبيتهموا جده انه ورا كل حاجة حصلت زمان وهو سبب في قفل قضية القتل زمان. والإمبراطور بيأمر تشوي انه يستلم القضية، بس بيرفض علشان هو وراه قضية تانية، فبيقترح على الوزير هو اللي يحقق في القضية دي. وطبعا جده لو عرف اللي كان بيعمله انه مقضيها واسطة وبيعين ويقتل براحته هيروح في داهية، فبيكتب رسالة وبيبعتها للوزير علشان يفتكر اصله. وبالليل تشاو بتقول لجيان انها مش عايزة ترجع دلوقتي غير لما تحضر المهرجان، فبيقول لها علشان خاطرك بس، مع انه غلط علينا بس يلا علشان خاطر عيونك. وتاني يوم جده بيبعت رسالة للجنرال الخاين وبيعرفه ان الامبراطور فتح القضية القديمة وانه لازم يتعامل بحذر شديد في المحمية العام. وفي الوقت ده الامبراطور بيعرف بان شعب شاب وبيعملوا اضراب على الحدود، وطبعا دي خطة عملها جده، وبيطلب من الامبراطور انه يعين ابنه الجنرال من اول وجديد في تأثيره في المحمية العام، وكل ده عشان يوقف التحقيق في القضية ويضحكوا على الوزير ان الامبراطور محتاج جده في المشاكل اللي بتحصل في الحدود. في الوقت ده تشوي بيروح للمعلم وبيطلب منه رجاله علشان يرجع تشاو وهيسيب له جيان، ولما بيرجع القصر بيأمروا الخدامه تودي الفستان الاحمر لسيسي علشان تحضر مع المهرجان. وبالليل اول ما بيشوفها بيشوف تشاو فيها بيظبط وبيطلع على البرج العالي، وتشاو بتشوفه وبتبقى مصدومه من اللي شايفاه، وبتفتكر لما كان شايلها زي شوال البطاطس، وبتنزل الدمعتين وبتقول لجيان انها اسفه. وتشوي بيشوفها وبيطلب من ابوه يقفل البوابات بس بيرفض، فبتجيله فكره يولع في الدنيا علشان يقفلوا البوابات وبينجح بكده. وتشاو وجيان بيفتروا عن بعض وبتغمى عليها، والامير بينقذها وهي طول الليل عماله تفكر فيه والماضي اللي حصل زمان، واول ما بتفوق بتبقى خايفه منه وبيغمى عليها تاني. وتاني يوم الامبراطور بيسالها عن هويه القاتل بس بتقوله انها متعرفوش. وفي الوقت ده المعلم بيسال جيان هو ليه عمل كده، فبيقول له عملت الصح، هي من ولاية شي ولازم ترجع ليها. وصاحبة تشاو الانتيمة بتدخلها وهي اول ما بتشوفها بتقول لها انا فاكرة كل حاجة حصلت. وصاحبتها اول ما تعرف فبتتكلم بعد ما كانت ما بتتكلمش، فبتطلع فيها علشان كذبت عليها وهي بتفهمها هي ليه عملت كده. في الوقت ده تشوي بيوصلها لبيت المعلم ومن غير كلام الاتنين بيدوروا الضرب في بعض، والمعلم بيحاول يهديهم بيخلي الامير يرجع للقصر من تاني بعد ما وعدوا انه هيبعد عنها. وتشوي بيروح لتشاو وبيقول لها يعني كده عرفت هوية القاتل وساكتة، فبتقول له انها مش عايزة تشوف وشه، فبيفتكر كلام جيان انها بتكرهه والكلمتين بيحرقوا دمه، فبيروح واخد سيفه وطالع على جيان، والعركة بتدور ما بينهم وحركاته وبتاع والشجر بيتقطع من حواليهم، وبيقول له من امتى وانتوا بتحبوا بعض، وكلمة من هنا وكلمة من هنا، وجيان بيقول له هاخدها ونرجع لولاية شي ويمشي. وتشوي بيروح للمعلم وبيقول له لازم نقتل جيهان، فبيقول له ازاي وانتوا من اخر سلالتكم، لازم تراجع نفسك يا امير، وبعدين في جواسيس كتير حوالينا. فبيرد عليه بان الكلام خلصان، هيقتل وهو خارج بيكون في واحد شايفه، وبيروح يحكي لجده كل حاجه. في الوقت ده الامبراطور عمال يطمن مراته الجديده انه هيحميها. وتاني يوم تشوي بيأمر القائد انه هيتابع قصر معلمه ولو وقع على جيان هيخلص عليه. في الوقت ده بيكون جيان رايح للمعلم، واول لما يشوفه بيقول له من النهارده ما تدخلش الباب، ولما بيساله ليه السبب فبيقول له علشان الامير لو وقع عليك هيقتلك ومش هيسمي. وبالليل جده بيشوف معلم تشوي وبيقول له نفسه هو هنا ازاي، ما توقعتش كل ده بانه موجود. وتشوي بيروح لتشوي وبيقول لها انه هيضرب السهم علشان جيان يجي ويخلص عليه، وصاحبنا اول لما بيشوف السهم بيروح لها على طول، وتشوي بتقوله لازم يمشي علشان ده فخ وهيموتوه، فبياخدها وبيجري والحراس وراه وبيضربوا عليه الاسهم وهو على وضعه بيصدها، وبالغلط سهم بيجي في صاحبتها وتشاو كانت هتقع من على السطح فبينقذها قبل ما تقع، وكل الجنود بيحاوطوه والامير بيأمر الجنود تقتله بالاسهم. وكل ده حصل قصاد عيون تشاو، وبتفضل تترجى تشوي انه يبطل ويوقف الجنود من الضرب، وبتطلع جري على صاحبتها وجيان اللي بيكونوا بيطلعوا في الروح، وبتفضل تعيط للصبح. وفي الوقت ده الامبراطور بيعرف كل حاجة عن جده وكل تحركاته، فبيأمروا الحراس انهم يجيبوا ويقبضوا على اي حد تبعه. وبالليل تشاو وصاحبتها
وصاحبتها بيخرجوا يعملوا مراسم الجنازة بتاعتهم على جيهان، وتشاو بتقول لصاحبتها انها عايزة تقتل تشوي، والامبراطور بيطلع المرسوم على جده وتجريده من كل الرتب بتاعته. في الوقت ده بتوصل رسالة للجنرال الخاين بان الامبراطور قفش جده وهيفتح تحقيق في قضية عيلة كاو، فبيأمروا الجنود انهم يتحركوا من المحمية. وبالليل تشوي بيروح لتشاو وبيعترف لها بحبه وبيحضنها، فبتغفله وبتديله بالسكينة، فبيقولها طالما انتي كرهاني كده قتليني، فبتزقه وبتاخد بعضها وتمشي. وتاني يوم سيسي بتروح لتشاو وبتعاتبها على اللي عملته علشان هو بيحبها. في الوقت ده الامبراطور بيصحى من النوم وبيلاقي مراته مقتولة، فبيتعب ويجيله جلطة، والامير بيروق عليه بالكلام علشان ظلم عيلته زمان. وسيسي بتساعد تشاو وصاحبتها بانهم يخرجوا برا القصر ويغفلوا القائد بيه، والامير بيعرف ويجي لهم ويدي سيسي على دماغها علشان حاولت تهرب تشاو من القصر، وبالليل تعمل اللي في دماغها هي والانتيم علشان يهربوا. وتشوي بيعرف وبيأمر القائد بان محدش يخرج برا حدود الامبراطورية لغاية لما يوصلوا لتشاو. وصاحبتنا بتكون متنكرة مع قافلة وبتخرج برا القصر، والصبح اول ما بيوصلوا للحدود بيلاقوا القائد بيه مستنيهم وبيطلب منها ترجع معاه، بس بتكون دماغها كلابي فبيعديها على دخلة الامير وبيقفل عليها البوابة قبل ما تعدي، فبتاخد بعضها وبتطلع فوق السور، والامير بيحاول ينزلها وبيفضل يقول لها انه بيحبها، وهوب مفيش فايدة بترمي نفسها من على السور. وتشوي لما بيشوفها شريط ذكرياته بيشوفه قصاد عيونه فبيتعصب، وتشاو قبل ما بتوصل الارض صاحبتها بتلحقها. وبعد 7 ايام بيفوق تشوي والقائد بيقول له ان الولاية بدأت بتمرد على الجنرال الخاين، والخاين بيلعب على نقطة تشاو مع العدو ضد الامير. وتشاو بتروح لاخوها وبتحذره من المعركة ضد تشوي علشان خايفة عليه، وهو بيكون مصمم يحارب مهما كان السبب. وفي الوقت ده الخاين عمال يسخن في الدنيا وعايز يكسب علاقات. وتاني يوم تشاو بتلاقي ان كل الشعب خايف ان الحرب اللي هتحصل قريب، والامير بيعمل اجتماع وبيجهز جيشه وبيتحركوا. وفي الوقت ده صاحبة تشاو بتقتل الجنرال الخاين وهو بيغزها برضه، وتشاو بتعرف وبتلاقيها مقتولة جنبه وبتفضل تعيط. وتاني يوم الجيشين بيتواجهوا وبتوصل تشاو في اخر لحظة وبتديهم كلمتين في العضل، وبتقول لتشوي اوعدني انك مش هتدخل السهول الوسطى تاني، وهوبا بتقتل نفسها. فبيجري عليها وبيفضل يعيط على خسارتها واخوها برضه، وبتنتهي الحرب قبل ما تبدأ بينهم. وبعد مرور كذا سنة تشوي بيكبر في السن وبيعمل تنازل العرش لابن اخوه، وبياخد بعضه وبيروح الصحراء وبيفضل يفتكر تشاو. وبكده تكون قصتنا الحزينة خلصت وتشوي عاش بقية حياته وحداني. واعذروني على النهاية المأساوية دي، المخرج عايز كده. انتهت القصة. لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك واشترك وفعل الجرس. مع السلامة.